سلام الله عليكم والرحمة والبركة. صلينا على رسول الله، صلوا عليه. اشتي كحلها أعماها، سمعتوا بهذا المثل؟ اشتي كحلها ده غزل نيني لا ما نكعها. هذا مذيع قناة العربية اليوم عندما تم الإفراج عن بعض الأسرى من الطرفين، 221 أسير من أنصار الله و221 أسير من الشرعية. ذلك وصلوا صنعاء وذلك وصلوا سيئون. لكن اللافت والفضيحة هذه حصلت لمذيع قناة العربية. كان استلقى في أحد الأسرى اليمني كلهم أسرى يمنيين، نسأل الله السلامة والعافية ونسأل الله أن يحقن دماء الشعب اليمني وأن يوحد كلمته على مواجهة العدوان. فخرج الأسير هذا من الطائرة، استقبله المذيع قناة العربية. مذيع قناة العربية استقبله يقول له مرحبا ومسهلا، تعال تصريح لايف مباشر ذيك الساعة علشان على الهواء مباشرة في قناة العربية. سلامات، يدك مكسورة ورجلك معورة، ايش فيك؟ هل هذا في الجبهة أم تعرضت للضرب في سجون الميليشيات؟ هذا ما قال مذيع قناة العربية. فكان الرد الصادم والرد المفزع والرد المفجع والرد المزلزل بلسان الأسير. اسمعوا ايش قال. اسمعوا ايش قال الأسير. وش الآلام اللي تشتكي منها الآن أنت؟ شظايا في راسي وظهري ويدي. في أثناء المعارك ولا تلقيتها هنا؟ تلقيتها في ضربة الشرطة العسكرية عندما كنا مخفيين، بدأ الطيران ضربنا هنا. سمعتوا يا بني قومي؟ سمعتوا ايش قال أخوكم اليمني الأسير؟ كان أسير في عند السلطات في صنعاء. قال له المذيع ايش اللي يألمك، ايش اللي يوجعك؟ انتظر منه يقول الحوثي ضربوني، الحوثي صلحوا، الحوثي صلحوا، الحوثي صلح الذي صلح. قال الأسير دي خريمة عند الحوثي. قال شظايا في راسي وفي يدي، كنا في الشرطة العسكرية فجاء ضربتنا الطيران التحالف. للعلم ان يوم قتلوا يعني 300 يمني في نقطة العلم من قوات الشرعية في بين، اليوم الثاني قصفت الطائرة السعودية الأسرى حق الشرعية في ذمار وأكثر من 200 يقتلوا. شفتوا ايش قال الخبر هذا؟ قال لك شظايا لأن الطيران قصفنا. من ذي معها طيران؟ السعودية والإمارات. ألكم قلوب تفقهون بها؟ ألكم آذان تسمعون بها؟ ألكم عيون تنظرون بها؟ عاش معكم عقل وبصيرة؟ سمعتوا صاحبكم ايش قال؟ الطيران يقصف. نفس ما بيحصل في الحدود. قسما بعظمة الله إنها الجزر من قوة التحالف نفسها لليمنيين ذي هناك ذي بيقاتلوا بالزلط. قرب ولا أن تنسحب دننك من وراك، وأني قربت بسم الله الرحمن ما ترجع إلا جثة. وشوقنا عادهم يرجعوا جثثهم لوحوش البراري. المهم يا طول العمر والسلامة، هاقا سمعتوا صاحبكم ما قال؟ عاش معكم عقول؟ يعني لازم تكتب في الجبهة رصاصة يقتلك بها العسكري السعودي والعسكري الإماراتي أو السوداني، وإن سلمت ورجعت قصفوك هم، وإن يعني أسروك أنصار الله قصفوك بالطائرة. هذا تحالف العدوان. اللهم اني بلغت. ارجعوا الى حسكم، ارجعوا الى بصركم، ارجعوا الى بصيرتكم، ارجعوا الى موطنكم. انا ما اوش قاتلوا مع الحوثي قاتل مع الحوثي ولا لا قاتلت. انا اتكلم لكم كفوا عن مساعده العدوان في غزو واحتلال بلادكم. لا تقاتلوا يعني مع دفاعا عن جيش جالس يلعب في المترس بابجي ويشاهد راشد ورابح صقره وصقر رابح او ربحي صقر ومدري اسمه، وانت جالس تقاتل نيابه عنه. أنتم في الموقف الغلط، أقسم بالله لا شهادة ولا جدتي ما معبتكم اللحظي. تروح تقاتل دفاعا عن الجندي السعودي من أجل أن يصير يعني يلعب بابجي، ولا من أجل السلطة تفتح هيئة الترفيه للرقص والدنس والقنوجة، وأنت تقاتل وتقتل وتسمي نفسك شهيد. عن من شهادة؟ عن من قاتلت؟ عن من قاتلت؟ لا ما تقول عن نفسك شهيد وانك تدافع عن بلاد الحرمين. من بلاد الحرمين جيش حقك كله جالس في الحدود يلعب بابجي وانت تقاتل نيابة عنه. خلهم يقاتلوهم. ارجعوا إلى صوابكم، ارجعوا إلى بصيرتكم، اتقوا الله، تعبنا لقاج. احنا حريصنا على حياتكم أكثر ما هم حريصون هم. أنت تروح تقاتل معاه بالفريق السعودي وقتلت ولا قتلك ولا جت الطائرة تضربك السعودية نفسها، وعادها يفتشك ويبذل الفريق السعودي ذي يدالك الفريق السعودي وبزها شلها منك وجردك من الثياب وخلى وحوش البرية تاكلك واخذ التلفون وكل شيء، ولا تعاد هي حتى يقبرك. والله انه يتركك لوحوش البرية. أتمنى أن تصل هذه الرسالة، لعل الله سبحانه وتعالى يرجع لكم بصيرتكم والسلام. لحظة ذكرت كنت أقول على السلامة لكن ذكرت شيء آخر. عملية تبادل الأسرى اليوم التي جرت ما بين سلطة صنعاء وسلطة الشرعية
ليس فقط يمنيين، وإنما جانب من الأسرى ضم أسرى سعوديين. بعض السعوديين فوق أسرى سعوديين وسودانيين. شوفوا الخليط، أسرى سعوديين وإماراتيين وبحرينيين وسودانيين، 4 جنسيات مقابل يمنيين. هذه جهة. من جهة ثانية علشان تعرف أنه بيقع ما بيشوفوا مرحمين في الحدود. من وين جابوا ذول الأسرى السعوديين؟ ها؟ دخلوا لا وراء الحدود، معارك خلف الحدود، استلموا المواقع واخذوا الاسرى السعوديين من داخل السعوديه. صح، داخل السعوديه، لانه دي بيقاتل خط الدفاع الاول، دي بيقاتل في الحدود هم يمنيين، دي بيقاتلوا مع السعوديه. وخط الدفاع الثاني سودانيين، خط الدفاع الثالث سعوديين. يعني تم اجتياز الاول والثاني والثالث وصلوا عند السعوديين. شفتوا اليوم كيف استقبلوهم في السعوديه؟ ادوا لك ياسمين او ورد ومدري اسمه. تخيل اسير من فتره واستقبلك عسكري لبسك ياسمين ويقول لك يلا ارجع، عليك دين، مرتك وعيالك في الشارع، ولا هدوا بيتك في الحويطات، ولا في مكان فلاني ولا مكان فلاني. علشان تعرفوا ان الحرب هي حرب يمنيه سعوديه. لا هي لا حرب مع ايران، ولا هي لا حرب مع موزمبيق، ولا مع ارمينيا، ولا مع بطرسبرق، ولا مع جدة سعيدة. الحرب حرب يمنيه سعوديه. لا يخالط هذا الحرب ريب ولا شك، قسما بعظمة الله ان الحرب بين السعودية واليمن من زمان، منذ نشوء النظام السعودي من عام 1932 الى اليوم، والحرب يمنية سعودية. حاربون اقتصاديا، حاربون اجتماعيا، حاربون ثقافيا. يقول لك ابويا من بياكل خيرنا وحلالنا، والله يا ابويا ما اكلت حلالنا. طيب خليني ابني بلدي يا اخي. بعد نفسك عن المؤامرات ضدي وعن دعم المشايخ والسرق والمسؤولين واللصوص والخونة والبياعين وعلى العملاء، وبعد الحصار، خلني يعني ابني بلدي مثل الناس، وانا ابذل 4 مليون ولا 3 مليون دي عندك دي بياخذوا حلالك، واخليهم عندي يجلسوا في بلدي ياكلوا من خيرات بلدهم. لكن لا، فذي حبيت اوصل لكم، ذي حبيت ان انا اطرح عليكم ان الحرب هي حرب يمنيه سعوديه. شفتوا الاسرى، أسرى سعوديين، أسرى بحرينيين، أسرى سودانيين، تمام، من ضمن صفقة الأسرى هذا. يعني المعارك هذا خلف ايش؟ خلف الحدود، المعارك داخل الأراضي السعودية، تمام، لأنه أجبن أنه يأتي للأراضي اليمنية. نعم، معهم مرتزقة، وحتى القواعد العسكرية دي موجودة في المهرة وفي بعض المناطق للسعوديين، قاعدة عسكرية فيها مدري كم سعودي، وأكثر من 1000-2000 يمني يحرسوهم. هو أجبن من أن يواجه، أقسم بالله أجبن. ليش؟ أنا ما أتكلم أقول لك الشعب السعودي ما هم رجال، لا رجال ونعم وأبطال ومقاتلين، لكن هذا الجندي دي جاي يقاتل في اليمن، يقاتل الشعب اليمني، يعلم حق العلم إنه في الموقف الخطأ، يعلم حق العلم ان هذه الحرب حرب ضد الشعب اليمني، حرب ضد المسلمين في اليمن، ضد العرب في اليمن، ضد البسطاء، ضد الضعفاء، ضد المساكين. الحرب الجندي السعودي هذا اول ما تنطلق اول رصاصه والله يرفع البندق ورجم، يقول استاذن يا اخي بدل المقتل، انه يعلم حق العلم انه يقاتل في الموقف الخطا، الموقف الغلط، يقاتل من اجل هيئه الطرفيه ومن اجل تركيا آل الشيخ، لا من اجل مكه ولا من اجل بكه. هذا ما عندي سلامتكم.